السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في قناتي، معكم رفعت سيد. إن شاء الله النهاردة هنعمل مع بعض غرزة الشيل ديت. غرزة جميلة جدا هتعجبكم قوي وكمان سهلة قوي. هي عبارة عن مربعات وبنشبكها، وفي الآخر بنعمل السطر الأخير كله مثلثات كده صغيرة، وبنقفل بيها آخر سطر عشان يبقى الشكل زي ما انتوا شايفين كده. ما يبقى هو ما بينتهي بالمربعات دايما بيبقى الشكل عامل كده، فاحنا هنعمل دي كمان كده عشان نقفل بيها الشكل ويبان ان ايه، ان الشال كله حتة واحدة. بصوا دي كمان هتتعمل هنا وهتتعمل في المكان ده برضه اهو، هيبقى بالشكل ده كده. تبقى جميلة قوي، حلوة قوي لشال عيد الام، او ممكن تعملي بيها بطانية او ممكن تعملي بيها اي حاجة، بس هي غرزة حلوة قوي هتعجبكم جدا. اتفرجوا معايا على الفيديو، طريقة سهلة قوي لعمل غرزة مجسمة لشال. لو عجبك الفيديو اعملي لي لايك واشتركي في القناة، قولي لي رأيك ايه في الفيديو. هنبتدي كده على طول مع بعض، هنعمل بطريقة سهلة قوي. هنعمل الاول المربع ونشوف بنشبك ونطلع كده ازاي، وبعدين نعمل الوحدة الصغيرة دي اللي هتقفلي بيها الشال كله عشان يبان ان هو حتة واحدة. نبتدي كده بقى على طول مع بعض. بصوا انا هعمل الدايرة السحرية اهو كده، الف على ايدي كده. عملناها مع بعض كتير، سهلة قوي اهو. وهعمل 3 سلسلة، 1 2 3. انا سمك الخيط ده مستخدمة معاه ابرة 3.5. بصوا هطلعوا 3 سلسلة وهعمل عمود، وهروح عاملة 8 سلسلة، 1 2 3 4 5 6 7 8. هاخد لفة كده واروح نازلة عاملة كمان 2 عمود اهو، 8 سلسلة كمان، 2 3 4 5 6 7 8. اخد لفة وهعمل 2 عمود. هكرر كده لحد ما يبقى معايا 8 عواميد ب4 فراغات اهو. بصوا اهو كده 6 عواميد. هعمل كمان 1 2 3 4 5 6 7 8 على لفة على الابرة، واعمل عمودين كمان اهو. ادي عمود، هعمل بقى 8 سلسلة، 1 2 3 4 5 6 7 8. بصوا كده عندي ادي فراغ، ادي 2، ادي التالت، وال8 سلسلة دول هعمل بيهم رابع فراغ اهو. هقفل بقى كده رابع فراغ. بقى هدخل فين؟ هدخل في المكان ده. بصوا اهي السلسلة اللي باينة ان هي ايه، كبيرة دي اهي، سلسلة العمود التاني اهو. هعمل كده بمنزلقة وهقفل. هيبقى بقى بالشكل ده كده. عندي 4 فراغات و8 عواميد. المكان ده بس كده هقطعها عشان ايه ما تبقاش ايه مضايقاكم اه. هعمل ايه بقى؟ هبتدي بقى اشتغل. هعمل ايه؟ هطلع كده ب3 سلسلة، 1 2 3، وهدخل في الفراغ الاولاني ده هعمل 6 عواميد، 3 سلسلة اهو كده. 1 هنزل كده، 2 3 4 5 6. وهعمل سلسلتين وهعمل 6 كمان، 1 2 3 4 5 6. هاخد لفة على طول وهشتغل في العمودين دول. هشتغل ايه بقى؟ هشتغل في العمود البعيد دوت 4 عواميد، واروح لفة كده ايدي وشغالة هنا كمان 4 عواميد. هلاقي نفسي بقيت هنا هشتغل برضو هنا تاني 6 عواميد، سلسلتين 6 عواميد. هنعمل بقى كده مع بعض. بعد ما خلصت 6 عواميد، سلسلتين، 6 عواميد، خدت لفة واروح للعمود البعيد اهو. بصوا وهشتغل كده 4 عواميد، 1 2
3 4 واروح لفه ايدي كده زي ما قلت لكم. بصوا لفه كده على طول العمود التاني اهو الاولاني اهو، وهشتغل فيه 4 عواميد. ادي 1 ادي 2 ادي 3 ادي 4 اهو. هلاقي نفسي كده اهو، بصوا كده اهو، هلاقي نفسي في الفراغ اللي فاضي اللي بعديه على طول هاخد لفة على طول واروح عاملة فيه برضو 6 عواميد. 1. انتوا لما تمسكوا الابرة والخيط غير لما تشوفوا كده، تمسكوا الابرة والخيط هتلاقوا نفسكم بتلفوا اللفة زي، وفعلا انتوا في المكان ده. 1 2 3 4 5 6 سلسلتين واروح عاملة 6 عواميد. 1 2 3 4 5 6. زي ما انا كده خلصت على طول اخد اللفة واروح داخلة في المكان ده اهو، العمود البعيد اهو، واروح عاملة فيه ال4 عواميد. 1 2 3 4 اهو. بصوا زي ما انا كده اهو، لفة تاني واروح داخلة هنا اهو كده العمود اللي انا سبته واعمل فيه 1 2 3 4 اهو. بصوا انا هاجي الف نفسي كده اهو دايره كده، الاقي نفسي في المكان المفروض الدور الشغل عليه. خد لفه واروح عامله هنا برضو 6 عواميد، سلسلتين 6 عواميد، واشتغل في العمودين دول. خلصهم هلاقي نفسي هنا اروح عامله نفس الحكايه، اكمل بقى بنفس الطريقه دي واجي اقول لكم هنقفل فين. انا كده خلصت اهو الفراغ الاخير، عملت فيه 6 عواميد، سلسلتين 6 عواميد. هلاقي نفسي بقى عندي العمودين دول اللي فاضلين ما اشتغلتش فيهم بعد ما اعمل اخر فراغ زي ما قلت لكم كده. اروح واخده لفه بقى وشغاله فيهم اهو. بصوا دول اخر عمودين اهو. 1 2 3 4. لف ايدي كده، خد لفه واروح داخله في المكان ده وشغاله برضو 4 عواميد. ادي 1 ادي 2 ادي 3 ادي 4. في ايدي كده اهو، والاقي نفسي كده اهو هلفها بس تبقى زي التانيين، والاقي نفسي كده خلاص مفيش حاجة. مش هقفل بقى في المكان ده، لا انا هقفل في اول عمود انا عملته اللي هو في العمودين اللي كانوا ايه اللي انا بشتغل المفروض فيهم 4 عواميد. اول عمود من ال4 عواميد اهو، هروح عاملة منزلقة كده واروح قافلة واروح قطع الخيط. وكده هتبقى الوحدة خلصت معايا، سهلة جدا. بصوا شكلها تحفة اهي، هي كده خلصت. شطبيها بقى باي طريقة تعجبك، هنشطبها هنا ورا كده. بصوا طبعا تثبتيها جامد، بس عشان ايه اوريكم المنظر اهو بتبقى من ورا. بصوا عاملة ازاي اهي، كده خلصت معايا. هعمل ايه بقى، هشبك ازاي؟ هعمل بقى واحدة تانية واوريكم نطلع بالمثلث كده ازاي. هلف برضو لفة على الابر دايرة السحرية واروح طالعة زي ما بنعمل اهو ب3 سلسلة. 1 2 3 اروح نازلة عاملة عمود. 1 2 3 4 5 6 7 8 لفة
وهروح عاملة عمودين برضو، 1 2 زي ما انا كنت بعمل بالظبط اهو. هنعمل واحدة تانية، 1 2 3 4 5 6 7 8، اروح واخدة لفة ونازلة اهو. كمل بقى كده، اعمل عمودين كمان و8 سلسلة واقفل واوريكم هنعمل ايه. انا كده خلصت اهو الفراغات. هبتدي بقى اشتغل زي ما كنت بشتغل برضو، 1 2 3، وهعمل هنا 6 عواميد بس، 2 3 4 5 6، وهروح شادة كده الابرة وخلعاها وجاية على الوحدة اللي انا عملتها كده، وهروح جاية من هنا كده، هدخل من هنا او من هنا كده اهو ماشي، وهروح. انا المفروض كنت بعمل سلسلتين، انا كده دخلت كده اعتبر كده سلسلة والتانية، وهروح مكملة الستة التانيين، 1 2 3 4 5 6، وهروح شغالة زي ما كنت بشتغل هنا عادي، اخد لفة واروح داخلة عاملة هنا 4 عواميد، ادي 1 2 3 4، واروح جاية برضو زي ما كنت بعمل واعمل الاربعة هنا، 1 2 3 4، هلف كده اللفة وهلاقي نفسي عند الفراغ التاني، خد لفة واشتغل فيه 6 عواميد، 1 2 3 4 5 6، وبرضو هخلع الابرة كده واروح جاية على المكان ده كده، واروح داخلة فيه واروح واخدة السلسلة اللي فاضلة اهو، واروح مكملة الستة التانيين، 1 2 3 4 5 6، وهشتغل بقى العمودين دول، اخد لفة واشتغلهم زي ما بشتغلهم اهو، 1 2 3 4، اروح واخدة لفة واشتغل العمود اللي جنبه، 1 2 3 4، هلف لفة كده واروح جاية على الفراغ اللي بعديه وهشتغل. بس انا بقى خلاص كده، انا كنت محتاجة في اول سطر اللي هو ده ان انا اشبك من ناحية واحدة بس، يعني زي ما انا عملت كده، مش هعمل اكتر من كده، الباقيين دول هشتغلهم حرين كده لوحدين. فانت خدي بالك، انت لو في اول سطر او المثلث ده كده هنعمله، هنشبك من الناحية دي، بصوا هي دي جاية كده، وهنشبك واحدة من الناحية دي كده، يبقى المثلث الاولين في الاول واحدة، وبعد كده بصوا اهي انا عملت دي، ودلوقتي اللي انا بعمله اللي هي دي، بصوا الشبكة منين، من الناحيتين دول بس، الناحية التانية حر قبل لسه ما اعمل الدور اللي فوق، يبقى انا عملت دي وعملت دي من ناحيتين بس، يبقى انا الباقي ده هشتغله لوحده مش هشبكه في حاجة. بصوا هتوضح الفكرة دلوقتي اهو، ادي 1 ادي 2
ادي 3 ادي 4 5 6 سلسلتين، وهروح شغالة ال6 اللي وراه. 1 2 3 4 5 6. اشتغل بقى دول عادي اهو، العمودين دول عادي، وهروح شغالة برضو الفراغ ده والعمودين بتوعه، واشتغل الفراغ ده والعمودين الاخرانيين عادي بقى من غير ما اشبك في اي حاجة. هكمل بقى الشغل لحد هنا وهقفل واوريها لكم. انا كده بعد ما اشتغلت اهو المربع الاولاني، المربع التاني اشتغلت فيه فراغين بالعواميد بتاعتهم. اجي بقى المفروض ان انا عملت كده اشتغلت في العمودين، وهاجي بقى للفراغ التالت. الفراغ التالت ده بقى بصوا معايا، اخد لفة كده وهشتغل 6 عواميد في عادي. 1 2 3 4 5 6. هروح طالعه كده بالابره وجايبه المربع اللي انا اشتغلته، وهدخل كده بصوا في المكان ده كده، وهروح اهو. هعمل بقى المفروض ان انا كنت باخد سلسلتين، هاخد سلسله واحده بس اهو، واروح شغاله ال6 عواميد التانيين. 1 2 3 4 5 6. وهشتغل عادي بقى العمودين دول اهو، خد لفة واشتغل العمودين. 1 2 3 4 اهو، لفة واشتغل العمود اللي هنا. 1 2 3 4. كده هيبقى فاضل معايا فراغ واحد بس، اخد لفة واشتغل الفراغ الاخير اشتغل فيه 6 عواميد. 1 2 3 4 5 6. اروح طالعه بالابره كده، وهروح جايبه الطرف التاني بتاع الوحده اللي انا فيها دي كده، واروح عاملاه اهو. اخد سلسله واحده بس واكمل. 1 2 3 4 5 6 اهو، وهشتغل لفة على طول واشتغل العمودين اهو. 1 2 3 4 لفة اهو. 1 2 3 4. كده انا خلصت. بشبكها فين؟ زي ما بقفل بقى عادي. اول عمود انا عملته من الاربع عواميد اهو اهو، هروح قافله فيه اهو. بصوا ده الجزء الاولاني اللي تحت اهو، الجزء ده بصوا اهو. اول واحده اهي، اول واحده اهي اللي هي دي، هشبك دي شبكتها فيها اهي من هنا اهي، والتانية هشبكها من الناحيه التانية. بصوا التانية اللي هي دي هشبكها من هنا كده. هيتنشئ لي بقى هنا فراغ كده. هعمل لكم انا واحده هنا تاني عشان تبقى واضحه. انا بشبك من طرف واحد بس، والتانية برضو هشبكها من طرف واحد بس هنا كده. هيبقى من هنا ومن هنا اهو.
عشان يطلع في النص هتطلع مساحة كده. هعملها لكم برضو واوريها لكم. انا برضو اشتغلت اهو فراغين بالعواميد بتاعتهم اهي، وهدخل بقى على تالت فراغ زي ما عملت في اللي قبل كده عشان اشبك اهو. 1 2 3 4 5 6. راح كده خلع دي كده. انا بصوا اهو انا عايزه اشبك من الناحيه دي بس، فانا هعمل ايه؟ الاتنين دول هم متشبكين مع بعض، هاجي في هنا دي كده وهدخل معاهم كده اهو. هدخل بقى سلسله واحده واعمل هنا 1 2 3 4 5 6 واروح عامله ديت كده 1 2 3 4. يبقى هنا كده 1 2 3 4 اهو. راح في الاخر فراغ هروح عامله هنا اهو علام لفه واعمل 6 عواميد 1 2 3 4 5 6. يعني كده الابره، واروح انا محدده انا عايزه اهو. انا محدده المكان اللي انا هعمل فيه. انا قلت لكم ان احنا هنعمل كده، عملت هنا يبقى انا هشبك في دي، يبقى دي كده اهي، واروح عامله فيها دي كده اهو سلسله، وهعمل هنا الست عواميد 1 2 3 4 5 6. اشتغل هنا برضو 1 2 3 4. هاخد لفة وهشتغل هنا 1 2 3 4 اهو. وهروح قافلة زي ما بقفل في اول عمود من الاربعة بمنزلقة اهو. بصوا اهي بصوا كده وضحت الفكرة معايا اهو. اهو بصوا المثلث اهو بتاع الشال اهو كده بنت الفكرة معايا اهو. بصوا هنا بقى كده المثلث اهو، انا اشتغلت كده التلاتة دول اهم. هتروحي شغالة بعد كده فين؟ هتشتغلي في اول واحدة اللي هي دي، هي هتشتغلي فيها واحدة، وتروحي شغالة في النص، وتروحي شغالة في اللي في الاخر دي واحدة، عشان هما هنا 2 يبقوا 3، وتيجي السطر اللي بعديه يبقوا 4. تشتغلي هنا وتشتغلي في النص 2 وتشتغلي في الاخر يبقوا 4 اهو. بصوا هنا اهي، انا هنا الاول كانت واحدة وبعدين بقت 2، المفروض هيبقوا 3. هيبقوا 3 ازاي؟ اشتغل على الطرف واحدة، وعلى الطرف ده واحدة، والمسافة اللي في النص هشتغل فيها واحدة. في كل مرة كده اشتغل في الطرف هنا وفي الطرف هنا وفي الفراغات اللي في النص، هلاقي المثلث بيزيد معايا. انا كده هشتغل هطلع بقى بالمثلث زي ما انا عايزة، الطول اللي انا عايزاه كده وضحت خلاص. بعد بقى ما بخلص الشال خالص هلاقي عندي اللي هي ايه، الفتحات اللي هي زي دي كده. هقفلها بقى ازاي؟ عشان انا لما بعمل فيها مربع تاني وانا طالعة بتعمل فراغات تاني كده، فانا عشان اقفلها خالص هعمل ايه؟ هعمل نص الشكل، هعمله كده بصوا على شكل مثلث
هيبقى ناقص فيه فراغ واحد، بدل ما هو مربع كده هيبقى مثلث. دي بقى هعملها ازاي؟ هعملها معاكم واوريكم عن ايه هنقفل بيها السطر ازاي. وليكن سطر زي ده كده، هروح ايه الفراغ مثلا هوريكم هنا هنقفل بيه الشكل ازاي، زي ده كده. بص انا كده قفلت الشكل هنا ازاي. اهي دي فراغات اهي اللي وانا طالعه بشتغل بزود عشان يكبر معايا، قفلت اهو بالشكل ده. هعمل بقى انا الشكل ده اوريكم بيتعمل ازاي ونقفل بيه الجزء ده اهو. هعمله بقى ازاي ده؟ بصوا هعمل نفس الحكايه اللي انا بعملها بالظبط اهو. 3 سلسله نفس اللي انا بعمله بالظبط اهو. عمودين 8 سلسله، 1 2 3 4 5 6 7 8، وهروح نازله عامله عمودين اهو. 8 سلسله، 1 2 3 4 5 6 7 8، واروح عامله عمودين اهو. بس اضم دي بس شويه كده تقفل معايا. 1 2 3 4 5 6 7 8، وهروح انا عندي هنا اهو 1 2 3 6 عواميد، هخليهم 8 عواميد اهو. 1 2. الفرق ايه بقى؟ ان انا كنت بعمل 8 عواميد ب4 فراغات، لا انا هعمل 8 عواميد بس مش هعمل الفراغ الاخير. المفروض كنت باخد 8 سلسله واقفل هنا كده بمنزلقه في المكان ده عشان يبقوا 4 فراغات ويبقى مربع، لا انا هخليه كده بس. بصوا هقفل كده اهو زي ما انا كده بقى، وهروح لفه الشغل، هلف الشغل. انتوا طبعا تشطبوا ما تقطعوش زي كده على طول، انا بس عشان ايه بوريها لكم. انتوا تدخلوها جوه الخيط وتخيطوها اهو. انا عملت كده المفروض بقى. بصوا عشان ما تلخبطوش، بصوا عشان ما تتلخبطوش، هما 3 فراغات بس 8 عواميد. يعني المفروض بعمل 8 سلسله واروح قافله هنا زي ما كنت بعمل في المربع، لا انا مش هعملها. انا هلف ايديا كده على طول اهو، وهبقى على الظهر قبل ما اعمل ال8 سلسله. هيبقى عندي 3 فراغات بس عشان يبقى مثلث. اروح عامله ايه بقى؟ هاخد لفه على طول كده واروح داخله في المكان ده شغال على طول 4 عواميد. ادي 1 ادي 2 ادي 3 ادي 4. اروح رايحه على العمود التاني اهو، وهشتغل برضو ال4 عواميد. 1 2 3 4 اهو. واجي هنا زي ما انا عادي بقى ما كنت بعمل، هاخد لفه واشتغل 6 عواميد. 1 2 3 4 5 6. خرج الابره بقى كده واروح عشان اشبك اهو. انا المفروض ان انا هشبك فين؟ هشبك كده في المثلث ده كده اهو، في المكان ده كده عشان يبقوا زي دي كده. هعمل هنا وهعمل هنا اهو، وهعمل هنا. هاجي بقى هنا كده اهو، وهروح داخله المكان ده كده، وهروح عامله 1. انا المفروض ان انا هنا كنت بعمل سلسلتين، دخلت كده يعتبر سلسله وخدت السلسله التانية اهو. اشتغل بقى ال6 عواميد التانيين. 1 2 3 4 5 6، واشتغل بقى العمودين بتوع الفراغ ده اهو. 1
2 3 4. اجي هنا كده واروح شغالة الاربعة التانيين، 1 2 3 4. عادي بقى بلف كده زي ما انا اهو عشان اروح على الفراغ اللي وراه اهو، خد لف عادي. انا كده في الفراغ اللي وراه اشتغل فيه 6 عواميد، 1 2 3 4 5 6. خرج برضو الابرة كده واروح اشوف المكان اللي انا مفروض هشبك فيه فين. مفروض ان انا هشبك في المكان ده. انا قلت هشبك هنا وهنا وهنا، يبقى انا المفروض هشبك هنا اهو. بصوا السلسله اللي رابطه الاتنين دول ببعض اهي، هروح داخله كده واخده ده كده فيها اهو، ادخل هنا كده اهو اهو، اخد السلسله اللي باقيه علشان الف لفه على طول واعمل الستة الباقيين. 1 2 3 4 5 6. واشتغل برضك هنا اهو، 1 2 3 4. اشتغل من الناحية دي، 1 2 3 4. الف اللفة كده واروح اشتغل اخر فراغ اهو، هشتغل فيه 6 برضك، 1 2 3 4 5 6. بصوا هي هنا الوردة اتفتحت عشان انا مكنتش قافلاها كويس. بصوا اهو، بس المهم بس المفروض ان انا هشبك بقى فين، هشبك في المكان ده اهو. شبكت هنا وهنا هنا، اروح برضو طالعه بالابره كده واروح داخله هنا كده اهو، برضو الحلقه اللي ماسكاهم هما الاتنين اهو، هدخل فيها وهسحب واشتغل الستة سلسله اللي باقيين اهو، ال6 عواميد، 1 2 3 4 هلم بس الدايرة دي كده كده 4 عواميد اهو، بعد ما شبكت كده 5 كده 6. هروح بقى شغالة في العمودين اللي هما دول، ادي 1 2 3 4. هلف كده نفسي اهو واشتغل الاربعة التانيين، 1 2 3 4. هعدل كده بقى ايدي عشان اقفل في اول عمود من الاربعة زي ما بعمل اهو ومنزلقة. وهيبقى ده المثلث اللي بيقفل اخر الشيل اهو.
اهو. يبقى كده الشال في الاخر هيبقى مقفول بالشكل ده كده اهي، اللي هو زي الجزء هيطلع في اخر كل صف هيبقى فيه اجزاء عاملة بالمنظر ده كده. هي دي اللي بنعمل فيها المثلث. وكمان بعد ما بنخلص الشال عشان يبقى كله مختوم بمثلثات كمان بنعمل هنا، يعني كمان انا هنا اهو اخر صف في الشال اهو الحرف ده مربع، ده مثلث وده مثلث وده مثلث، لكن اللي في الاخر مربعات زي ما هما اهو. هروح عامله فيهم برضو مثلثات اهو كده بالشكل ده كده، هتبقى مثلثات بالشكل ده كده برضو اهو في اخر الشال اهو. في الاخر خالص هتعملي برضو مثلثات في الناحية دي وفي الناحية دي اهو. يعني انت عملتي كله قفلتيه بانصاف الشغل اللي احنا عملناه. وكمان اللي على الطرف اللي هم مفروض مربعات دول هتعمليهم برضو كده نفس الحكاية كده، هتعملوا مثلث وتشبكيه برضو كده اهو، عشان في الاخر يبقى المنظر بالشكل ده كده. يا رب يكون الشرح واضح وعجبكم. الفكرة سهلة قوي بس هي يعني محتاجة تركيز شوية. يا رب يكون الشرح واضح واكون قدرت اوصل لكم الفكرة. شال جميل جدا شكله حلو قوي. واشوفكم على خير في فيديو جديد. ما تنسوش اللايك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.